مين فين، مين فين امتى، مين نازل النهارده، مين نازل سيتي ستارز. طب ما انت ممكن تكتبها في البي ام عادي، يعني مش لازم ان انت تعرفنا كلنا ان انت رايح فلان الفلاني، او ممكن تروح تسأل حد بحد ذاته، يعني مش لازم تقعد بقى تنشر بقى يا جماعة انا رايح سيتي ستارز، يا جماعة انا رايح سان ستيفانو، يا جماعة انا رايح كارفور، مين هناك. ماشي كده. ايه تاني برضو؟ اعتقد ان هي بداية الحاجات المنتشرة يعني. والبي سي بالدي بي، ولعبة كومنتس. لعبة كومنتس يا جماعة ديت عبارة عن ان انت بتاخد بيكتشر بتاعت اللي يبعت لك البيكتشر بتاعته، تحطها عندك على الدي بي، تحطها عندك دي بي، وبعد كده تقوم جاي بعد بي سي للناس وتقول لهم يور كومنتس، وتستنى بقى الكومنتات بتاعت الناس. يعني من الاخر مصاصة مفتوحة، يعني مصاصة وقشرتها ما متشالة. يعني قصدي كده هو بالبلدي عشان محدش يفهم غلط، عشان انا عارفة في ناس دماغها شمال. من البلدي كده هو انا بقول يا جماعة ايه رأيكم في البت ديت؟ طب انت ترضاها على اختك بذمتك يعني، او انت ترضيها على نفسك؟ ترضي ان انت كل الناس تقعد تتفرج عليكي، وان انت يقعدوا يقولوا عليكي كومنتس ومش عارف ايه وكده؟ انا مره كنت هدخل الحوار دوت، وبعد كده كويس ان هو الشخصيه اللي كانت هتعمل لي الحوار دوت كانت تدخلني الجيم. قفلت قبل ما يعني قفلت الجيم وقالت انا خلاص قبل ما تحط صورتي. يعني حوار فاشل جدا اصلا. وفي ايه تاني؟ والبي سي بالدي بي، تقوم جاي حاطط البن وتكتب معلومه صغيره والاسم بتاع الشخص اللي انت حطيته في الدي بي عندك. بس كده، هي ديت الحاجات اللي طالعه فاشن عندنا على البي بي ام. على الواتساب برضو الحوارات بقى بتاعت المسجز ديت، بتاعت برضو انا كنت اتكلمت على الموضوع دوت قبل كده، اللي هو المسيح الدجال قرب يطلع ويوم القيامه مش عارف ايه، واعمل وابعت الكود دوت علشان الواتساب عندك ما يتقفلش. وبرضو على البي بي ام برضو بيبعتوا كودز يقولك علشان الدي بي بتاعتك هتقف ومش هتتغير تاني. بس وعلى الواتساب ايه تاني؟ بس تقريبا مفيش حاجة تانية. يا جماعة كمان في الحوار بتاع ان هو لو اتنين متصاحبين تلاقي هو حاطط، هي حاطة، الصبيان ما بيحطوش عموما، يعني في قليل قوي منهم اللي بيحطوا. تلاقيهم تلاقي البنت حاطة صورة صاحبها وتقول معرفش فلان الفلاني I adore you، فلان الفلاني انا بحبك قوي، فلان الفلاني ربنا يخليك ليا بقى، بغض النظر عن بقى اللي هما بيقولوها كتير قوي ديت. بس الموضوع دوت برضو منتشر بطريقة متخلفة. بس كده هم دول الحاجات اللي موجودة على الواتساب وعلى البي بي ام. وكده خلصنا السبريكر والبرانك كولز والاسك والتويتر والفيسبوك. مش عارفة بقى اكمل انا الحوار دوت المرة دي ولا ما اكملهوش المرة دي. كنت عايزة اتكلم عن اللبس بقى والحوارات ديت، لا هخليها في تراك تاني يا جماعة. اشوفكم بقى التراك الجاي. ادخلوا بقى اسمعوا وقولوا لي ايه رأيكم. واحب اشكر واحد كده من صحابي اسمه وائل. وائل بصراحة يا جماعة انا عملت زي انترفيو معاه على الحاجات الفاشن قوي اللي موجودة، اللي هي الحاجات المنتشرة جدا على الفيسبوك وعلى تويتر. سوري. الحاجات اللي هي منتشرة قوي على فيسبوك وعلى تويتر بصراحة انا سألته فيها وعملت زي انترفيو معاه، فانا بشكره قوي وبتمنى ان هو يسمع الحلقة وتكون عجبته يعني، او مش الحلقة التراك. يا رب يكون عجبه يعني، ويا رب اكون كوميدي شوية عشان انا قفيلة جدا ورخمة جدا. حاسة ان انا رخمة يعني. ويا جماعة يا ريت بليز عشان خاطري والنبي 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 تقولوا لي في كومنتس كده هو ايه رايكم، او حتى عندكم الاسك بتاعي تحت والتويتر موجود تحت، فقولوا لي اي حاجه يعني، عشان انا بصراحه مش عارفه انا عاجباكم ولا مش عاجباكم. في ناس انا عاجباهم وفي ناس مش عارفه اخد رايها لغايه دلوقتي، عشان هي لسه ما فتحتش ولسه ما سمعتنيش. فيا ريت يعني بليز 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 تقولوا لي ايه رايكم يعني، ابقى مشكوره ليكم. قابلكم بقى التراك الجاي. باي باي.